المغربي يبلغ دور ربع نهائي في هذا المونديال. هذا المنتخب المتألق حقيقة، ووصوله إلى دور ربع نهائي يعتبر استحقاق ودليل على قدرة الكرة العربية على التألق إذا ما توفر التخطيط، إذا ما توفرت الإمكانيات، إذا ما توفرت خاصة الرؤية. المنتخب المغربي يا حمزة يعيش هذه الأيام فوق هامة السحاب ذهنيا وبسيكولوجيا، وهذا المعطى قد يمنح الفرصة للمنتخب المغربي للذهاب بعيدا وصنع الحدث مرة أخرى. هو سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، ولكن إذا كان تم استعماله إيجابيا، خاصة مع طينة اللاعبين تاع المنتخب المغربي، اللاعبين متميزين جدا جدا، يلعبوا في كبرى الأندية الأوروبية، وبالتالي عامل ذهني مهم جدا. حس منتخب كبير، منتخب ما نجموش نقارنوه بحتى منتخب افريقي، نقارنوه بمنتخبات اوروبيه الكبيره جدا، لكن المنتخب نحن والجزائر ومصر وكل بعد المغرب فما ريح ماء نتاع انتصار هكا هابه، مش فقط على منتخب كوره. المغرب قاعد يعمل في حاجات، اكيد قاعد يعمل في حاجات وللاسف نحن نحكي نقارن باش نغبط باش نقول علاش مشينا، خاصه المغرب مع بعضنا رانا كأننا تولدنا مع بعضنا. الدوله الوطنيه تولدت فرد وقت، هي لحظات فارقه هي عملت هكا، واحنا للاسف قاعدين في الواقع رانا نحكيو عليها. ليش نحكيو على بلاد بعيده علينا؟ المواطن التونسي راهو يكذب عليك، حتى العقليه بتاع الاحباط راهي مغروسه فينا، واحنا نتفرجوا في ليكيب ناسيونال عارفين راهو مش باش يمشي لبعيد، والناس تستنى لبعضها، وجلال القادري بيه والعركه بين المغرب ربح البرازيل 2-1. بصراحه المنتخب المغربي لاقل من 20 سنه هو المرشح رقم 1 باش يربح كاس العالم، خاصه بعد ما غلب اسبانيا والبرازيل. كاس العالم اللي مقام في شيلي. المغرب يا جماعه مجموعات المغرب مجموعتها مين؟ المغرب بتلعب هي والمكسيك واسبانيا والبرازيل. انتوا شايفين مجموعه الماتش الاولاني المغرب واسبانيا بطله اوروبا، المغرب كسبت اسبانيا 2-0. ومعلومه بس، مصر 120 مليون، المغرب 38 مليون. المفروض المواهب تكون فين اكتر؟ امبارح كمان الساعه 11 بالليل كانت مباراه منتخب مصر تحت 20 سنه الثانيه في كاس العالم اللي مقام في شيلي. احنا قلنا حلوه، يعني عندنا اول ماتش مع اليابان، ثم مع نيوزيلندا، وبعد كده اخر ماتش مع البلد المضيف بقى، البلد اللي هي بتستضيف البطوله اللي هي شيلي يعني. فالماتش الاولاني بسم الله ما شاء الله رحنا مغلوبين من اليابان 2-0. راحت شيلي كسبه نيوزيلندا 2-1، فقال خلاص يعني نيوزيلندا دي بقى الحصاله بتاعت المجموعه يعني. راحت مصر بسم الله ما شاء الله كسبانه اول دقائق المباراه 1-0 وكباكا وبعدين شغل بقى. قلنا النهارده يعني ليه لا كده يعني النهارده بقى بسم الله ما شاء الله. واحد بيكلم واحد صاحبه عدى علينا واحد صاحبنا كده، رحت بايسه كده، حبيب قلبي اخبارك ايه عامل ايه تمام كله 100 100. بعد كده بسال قال 2-1 بيقول لك اقل من دقيقه، يعني دقيقه وشويه ما كملوش دقيقتين، دقيقه وشويه منتخب مصر جه فيه جونين، يعني عارف جه جون سنتر جه جون، وفضل المباراه لغايه نهايتها كده واتغلبنا 2-1 وخرجنا من البطوله. وكل الفرق اللي معانا كسبت ما عدا احنا ما خدناش نقطه. يعني اليابان كسبت مصر، شيلي كسبت نيوزيلندا كسبت مصر. عشان تشوفوا الناس اللي شغاله بجد، احنا في حزب بيرما وفي حزب بيص مع مين؟ مع نيوزيلندا، بينما المغرب اليوم فازت على البرازيل وتصدرت مجموعتها اللي فيها البرازيل واسبانيا. كسبت اسبانيا 2-0 وكسبت البرازيل النهارده 2-1 وعندها مباراه فجر اليوم وعندها مباراه اخيره مع المكسيك لسه. لكن هي دي قدره شباب اسود الاطلس اللي ده جايه مع مشروعهم الكروي. ما جاء صدفه ولا جزافا، منتخب تتفرج على مواهب متعه. انت تتكلم عن مين؟ برازيل، اسبانيا. لابد ان كل المنتخبات العربيه تاخذ المنتخب المغربي مفخره لكل عربي، هذا المنتخب وهذه عناصره، واللي خطط والاتحاد السعودي عليه ان ياخذ هذا الدرس اللي حصل مع منتخب المغرب ويطبقوا بحذافيره. مسائل في كرة القدم المغربية في حالة عامة، يعني مش على مستوى المنتخب الأول. اليوم نشوف في فئة الشباب، لكن على طاري الاتحاد السعودي هو جاب ناصر لارجيت اللي هو كان ايش؟ بالضبط كان موجود في الاتحاد المغربي. بالضبط. انا رينارد اللي كان ايش؟ صحيح في المغرب. طيب هذا اللي اقصده، ان المنتخب المغربي اليوم انت لاحظ نتائجه مش جزافا. يعني لما دائما اذا تبغى المنتخب الاول يكون في القمه لابد تكون فئاتك السنيه في القمه. منتخب المغرب في فرنسا المنتخب الاولمبي
انت تتكلم الثالث، تتكلم رابع العالم، تتكلم يعني انت مش جزافه، مش صدفه ضربت معاه مره او كذا، لا، عمل ممنهج، عمل مدروس، مواهب يعني معين لا ينضب من المواهب الزاخره اللي بتقدم مستويات كبيره. المنتخب المغربي الصراحه نموذج يحتذى به لكل المنتخبات العربيه. المفروض هذا الكتاب يدرس لكل المنتخبات كيف انت تستطيع تكسب البرازيل وتكسب اسبانيا وتتميز على مستوى كاس العالم المنتخب الاول. المغرب تحت 20 سنه اتمنى له ان شاء الله التوفيق وياخذ البطوله باذن الله تعالى. ان شاء الله بيفوزوا، يديروا النيه على المنتخب، وانت دير النيه على المنتخب بعد ان شاء الله بيفوزون. طبعا تتحد الالوان والشعارات المنتخب المغربي في كل مناطق المغرب، دعوات من طنجه الى قويره. واخر شيء ديما مغرب. المنتخب المغربي عندهم اكاديميه وعندهم يطلعوا لعيبه وعندهم تنظيم، لا صرفوا اللي صرفناه ولا يعني نتائجهم افضل. المنتخب المغربي تحت 20 سنه نذكر اسماء: يانيس، ابراهيم عبد الحكيم مصابحي، اسماعيل بعوف، حمزه كتون، علي معمر، محمد طه، اسماعيل بخت.